الترند آفة العصر الحديث وأحدث أمراض المجتمع. كلمة صغيرة بس خربت الدنيا، 4 حروف بس جننوا الناس ولعبوا في دماغهم البخت. الناس بقى عندها استعداد تعمل أي حاجة أو تتنازل عن أي حاجة عشان الترند. شفنا أمثلة سيئة كتير، منها حاجات أخلاقية يعني ما بحبش أتكلم فيها من قذارتها ووقاحتها، لكن الحاجات البسيطة اللي ممكن نتكلم عنها مثلا إنك تشوف رجالة كبار ستات عواجيز بيترقصوا ببلاهة وهبل لا يتناسبوا أبدا مع وقار السن على الأقل يعني. طب يا عم الحاج، بتعمل في نفسك كده ليه؟ عشان الترند، يا فلوس يا شهرة. طب يا عم الحاج انت راجل كبير يعني رجلك والقبر، لما تيجي تتحاسب هتعمل ايه؟ هتقول لهم اصلا انا طلعت ترند؟ المهم ما علينا. موضوع الترند ده مش جديد زي ما الناس فاكرة، احنا طول عمرنا كده، طول عمرنا بنحب نقلد اي حاجة ناجحة. المثقفين يقولوا لك ده اقتباس، الناس العادية بيسموه تمصير، نخلي الحاجة نمصرها يعني وتبقى مصرية. الناس العادية بقى أولاد البلد بيقولوا عليه منحوت، نحتاية يعني. زي الأفلام كده، عندك مثلا فيلم ذا ماجنيفيسنت 7 أو العظماء السبعة بتاع يول براينر وستيف ماكوين، واحد من أنجح الأفلام في تاريخ السينما، رحنا قلدناه وعملنا عليه شمس الزناتي. عندك سكارفيس بتاع الباتشينو، فيلم مشهور جدا، قلدناه برضه وعملنا عليه الإمبراطور. عندك فيلم رين مان بتاع داستن هوفمان، فيلم مشهور قوي، قلدناه برضه وعملنا التوربيني. والاغاني شرحه ما عندناش تفاهم، احنا نفس الليله بالظبط. عندك مثلا اغنيه بعترف قدام عينيك بتاعت عمرو دياب، منحوته من اغنيه مارك انطونيو ماي بيبي نيو. اغنيه اوقات يا دنيا بتاعت محمد فؤاد منحوته من وايلد وورد بتاعت كات ستيفنز. حتى الفالنتاين رحنا عملنا له العيد الحب المصري ده يعني. وهلم جرة بقى، النحت كتير وعايز ساعات عشان نحكي فيه. لكن النحتاية المرة دي كانت كوبي بيست أو قص ولزق، خدناها زي ما هي بعبالها كده، ما حاولناش بقى لا نقتبس ولا نمصرها ولا ننحتها. جايزة ذا بيست العالمية رحنا عملنا عليها النسخة المصري باسم ذا بيست برضه هي. رحنا بالليل عند الهرم عملنا حفلة حلوة كده، هيصنا ووزعنا جوائز الأفضل وهي خلي حمادة يفرح يعني. لكن أنا لفت نظري جايزتين، الجايزتين دول يوروك ان احنا لما بنيجي ننحت حاجة لازم نحط التاتش بتاعنا، لازم نجود من عندياتنا، امال ايه. جايزة افضل محترف في مصر ودي فاز بيها خوان بيزيرا بتاع الزمالك. خوان بيزيرا ده اللي جه اول امبارح، الراجل ده جاب جولين وعمل اسيست وخد الجايزة. طيب فيستون مايلي اللي كان هداف كل البطولات اللي لعبها ده، جاب لبيراميدز 3 بطولات في اقل من سنة، وضعه ايه بالظبط؟ لا والله مش معانا، مش كفاية. اصل فيستون مايلي ده مش بيصرخ في وش الجمهور ويقول لهم فاموس. فاموس دي مش الشروط الاساسية للفوز بالجايزة طبقا للجنة المنظمة، لو مفيش فاموس مفيش جايزة. طيب يا سيدي ما علينا، ما هو لازم نفرح بوبوس بأي حاجة، ما هو مش كل سنة هيطلع بلبوس كده ايد ورا وايد قدام. طيب مين احسن صانع العاب في مصر؟ قال لك بلا منازع عبد الله السعيد طبعا. يا راجل، عبد الله السعيد المتقاعد بتاعنا ده 42 سنة، ده ما جاش السنة دي. قال لك لا ازاي، عبد الله السعيد كل ما يباصي الكرة للي جنبه تلاقي مؤمن حسن يصرخ في وشك على طول الله يا عبد الله، او بلال علام يا لعيب. الشويتين دول بقى عجبوا اللجنة المنظمة جدا، فدوا الجايزة لعبد الله السعيد. طيب فين بقى جايزة الشيشة الذهبية لصاحب أقوى نفس النجم شيكو بانزا؟ قال لك لا والله ما عملناهاش السنة دي. المهم طبعا ما حدش كان سامع في الموضوع ده كله ولا كان حد مهتم بيه أصلا، بس لما ريحة الجايزتين دول بالذات طلعت والناس بقى شغلت التريقة، اللجنة المنظمة قالت إن ده اختيار الجمهور. أنهي جمهور ده يا حبيبي؟ هو من إمتى جمهور الزمالك بيعرف يدي جوائز لحد؟ ده رابطة الأندية المحترفة لغت جايزة أفضل لاعب
لأن محدش بيكسبها إلا اللي جمهور الأهلي عايزه يكسبها. ما فيهاش حاجة يعني لما تقولوا إن ده حفل خيري عاملينه كده مع بعضينا تحت رعاية الفنان حسين الجسمي بعنوان بحب الطبطبة. ناس ما عندهاش دم.